السلام عليكم الخوت، فيديو جديد. والرحله ديالنا اليوم غتبدا من الصخيرات شويه تسالي اقليم. بدايه ديالنا شارجيت السلعه ودزت فطرت وتوكلنا على الله. دزت للسطاسيون ودرت البلان الاول ووجدنا راسنا وتوكلنا على الله. والطريق مازال طويله والليل مازال طويل، واللي حس براسو وصل ينزل في اول محطه. كما كتشوفوا شادين لوطوروت ودزنا على بزاف ديال المخارج: الرباط، حي الرياض، سلا وتيفلت والخميسات ومكناس ودخلت لمحطة الاستراحة باش نرتاح شوية ونتعشى ونكمل الطريق. المهم كلينا داكشي اللي قسم الله، ودابا غادا ندخلو ستاسيون، غادا نديرو المازوط باش نكملو الرحلة ديالنا البركان. وهنا زدنا المازوط باش نتحركو حنايا مرتاحين في الطريق، حيت مازال قدامنا طريق طويلة. ومع كيصبح الصباح وكتطلع الشمس الجهه الشرقيه ديال المغرب، كتبدا تطلق علينا الزين ديالها بالمناظر الخلابه. شوف الدنيا شحال زوينه، وانت علاش مقلق؟ نهار جيتي للدنيا جبتي معاك شي حاجه، جيتي طويل، ونهار غادي تمشي عاود تاني من هاد الدنيا غتدي معاك شي حاجه، غتمشي طويل. وعلاش مقلق اصاحبي؟ وانت رزقك تكلف به الله، ما يحيدوش لك شي واحد، وعمرك تا هو تكلف به الله، وانت علاش مقلق اصاحبي؟ علاش؟ شوف الدنيا شحال زوينه. وهذه واحد النصيحة عطيتها لكم من القلب، عجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم. غاديين وكنقربوا الاكليم وغاديين والعيا كيزيد يزيد، ولكن مع هاد المناظر ديال الشرق والهواء اللي شمينا في الصباح بحال ما ضربناش الطريق كاع. والحاجه اللي فرحاتني كتر هو انني لقيت الكليان كيتسنى فيه ودغيا خواليا وما خلانيش نتسنى بزاف. وهادو من الحوايج اللي كيخليو مول الترونسبور يكون فرحان وناشط في النهار ديالو. هو كيلحق كيخوي بالزربه وكيمشي كيشد الطريق. هما الخوت خوينا وانا في اكليم، ودابا غادي راجعين اخويا بحالنا، ونتمناو لينا طريق السلامه.